أهلا بيكم وأول حلقة من بودكاست العيال كبرت. بس استنوا، قبل ما تحكموا من الاسم، احنا مش جايين نتكلم عن جيل دلوع أو تافه، احنا جايين نتكلم عن جيل سنة 2000 جنزي. بس هما مش عيال خالص، دول شباب اتولدوا رواد أعمال، عارف هو عايز ايه بالظبط، عنده هوية وشخصية ورسالة، بيستخدم البيزنس مش بس كشغل ولكن كطريقة حياة. من الآخر هم لا بتوع كلام ولا تنظير ولا خطط على الورق، دول بتوع شغل وتنفيذ وتحقيق أهداف. في البودكاست ده هنتكلم عنهم ومعاهم وليهم، هنحكي قصص ونفتح مواضيع ونفهم إزاي جيل كامل قدر إنه ياخد الدفة في إيده ويخلق فرصته بنفسه. النهاردة معايا شاب اختار الكلوذينج بيزنس أو الفاشن بيزنس، وقدر خلال كام سنة إنه هو يثبت نفسه بقوة من خلال لوكال براند، صناعة مصرية 100%. معايا النهاردة محمود الجزار، فاوندر زدزي. يا مراحب يا أهل البيت، يا مراحب. ايه الاخبار؟ كله حلو؟ الحمد لله. ايه رأيك في اللوكيشن الحلو ده؟ لا جامد بجد يعني قاعد مرتاح. كنت مختاره كنبه والله، جابوا لي لا بس كرسيين يعني كده. حلو، بس كوزي احنا نقعد كده. براحتنا. احنا احنا نعمل كده يعني ايوه. لا في بيتك عادي في لازم. في الليفينج. ايه كنت بتعمل ايه قبل ما تيجي هنا عندي البودكاست؟ قول. انا كنت بحلق. كنت بحلق. انا يعني مش عايزه اقول لك مش كنت بحلق، انا كنت بطبخ حضرتك. شوف انت كنت وانا بتحلق. والله يا عم كنت بقى يعني حلقت ورجعت كلت وبتاع وجيت على طول. بس شفت الفرق بين الجيلين؟ انت بتحلق وبتظبط نفسك، انا بقى كنت لازم. بطبخ. طبخت النهارده باميه بالموزه طب. وعملت رز بالشعريه. الشعرية. تعرفوه؟ طبعا والله ماما طب بتعمله عظيم. بتاكلوا باميه يا جزار؟ انا احب الملوخيه اكتر بصراحه، ما احبش لا يا راجل. الباميه بجد؟ يعني ماليش في من كام يوم عملت سلطه حلوه كده، افوكادو ماشي تحفه. وعليها بصل ومش عارفه كزبره وبتاع. المهم لقيت بنتي جايه تقول لي ايه، ايه ده انتي عامله جوالوما جواكيمولي. جواكامولي. ايوه خليني كده اقول تاني. جواكيمولي. قلت لها مين يا حبيبتي؟ ده ايه ده عمل اسود ده ولا سحر ولا ايه؟ طماطم وبصل وزيت زيتون. ما تقولوا افوكادو وكزبره وايه، هتموتوا لو هم قلتوا اللي زبده ومربى وشاي. هم يعني لازم جواكامولي وجواجومولا ومعرفش الاسماء العجيبه بتاعتكم دي. يعني المهم الطعم. المهم ايه رايك في الشياكه اللي انا فيها دي؟ يعني التيشيرت عالمي. يا جماعه ده تيشيرت زد زي، صناعه مصريه 100% وقطن 100%. يعني انت قولي لي ايه رايك في الماتيريال؟ تحفه تحفه بجد. يعني انا الحمد لله لله. على فكره ما كنتش جايه لابسه كده، لبست غيرت ولبست التيشيرت الحلو ده. تحفه يجنن يعني. لا ومطقمين انا وانت يعني ابيض واسود. ده فريق الخير انا فريق الشر. ايوه، وانا الشوز البيضه وانت الشوز السوداء. كله يعني مظبط الاداء. لا بس يا جماعه انا عايزه اقول لكم التيشيرت مريح. انا يعني مش حاسه هو اوفر سايز. المفروض هو بوكسي فيت، يعني هو اوفر سايز بس مش اللي هو المبهوأ قوي، اللي هو عادي بوكسي فيت. لا فهمني بقى الكلام الجديد ده. بوكسي فيت دي بتبقى يعني التيشيرت نفسه بيبقى كروبد شويه من طوله. اوكي. فمش بيبقى اللي هو الاوفر سايز اللي هو المبهوأ، اللي هو لكن اوفر سايز اللي هو المبهوأ قوي. بس الكم وكده بيبقى اللي هو مش التايت اللي هو الضيق، لا الكم بيبقى واسع. لا تمام. الكم بيبقى عادي اللي هو بين الريجولار فيت والاوفر سايز ده قوي. يعني شكلي جنزي موت بجد. يعني مش كبيره وبتاع ومامي وكده. جنزي جدا. طيب اول حاجه بقى، انت مين يا معلم؟ مين محمود الجزار؟ يعني ابدا منين؟ ابدا من انت عشت فين؟ يعني عارف اللي هو نظام ايه، مدينه من نيجيريا، عربي من كرداسه، يعني الشغل ده. يعني انا من المنصوره. تمام. انا كنت عايش في المنصوره لغايه تانية تالتة ثانوي كده، بعدين نقلت. تحيه لاهل المنصوره. يعني ناس جميله جدا، اجدع ناس عندهم مصانع ملابس يا جماعه. ناس لذيذه جدا. تمام. بس نقلت بقى القاهره. بس انا يعني عايش لوحدي دلوقتي، اهلي في المنصوره لسه. نقلت القاهره، دخلت الجامعه. دخلت انا اصلا ميجر علاج طبيعي، ماليش اي علاقه فيزيوثيرابي، علاج طبيعي. علاج طبيعي في UH. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ والله دراعي بس اليمين كان بيوجعني شويه. دكتور انا اي حد يسأل انا تعبان بعرج. بص قاعده ازاي. انا كمان تعبان.
بس فدخلت، بس يعني ما كنتش لسه بقى عملت علاج طبيعي، يعني قصدي البراند كنت لسه داخل علاج طبيعي. كنت خدت قبلها كورس كده جيم وبتاع، اللي هو خلاص بقى اشوف الدنيا فيها ايه مم. وكده. خدت الكورس وبعدين دخلت علاج طبيعي. كنت بحب، يعني انا بحب الميجر لغايه دلوقتي بصراحه، مش اللي هو داخله كاره او حاجه. بس جات لي فكره البراند دي 2/2/22. ايوه، اليوم لنا عشوائي هنا ده. وقفه. امتى بقى جات لك الفكره، وجات لك الفكره ازاي؟ جات لي الفكرة ازاي. هو عامة لما بدأت كانت لسه السين ما يعني ما مش زي دلوقتي. دلوقتي مم. اللوكال براندز اكتر من دكاترة السنان مثلا. كتير جدا. زمان ما كانش فيه لسه يعتبر قوي وانا كنت اللي هو مش يعني مش عارف أنا لغاية دلوقتي عملتها ليه، بس اللي هو يلا عادي. مم. وكان عندي اصلا عندي فاميلي هيستوري في الملابس. هم يعني انا والدي عنده مصنع ملابس. مم. العيلة شغالة في الحتة دي، بس انا عمري ما كنت اللي هو معاهم، يعني كنت انا مع نفسي كده. فاللي هو فقلت عادي. عايز تستقل وتعمل. فقلت يعني ما عمل يعني عملتها عادي وقشطه اللي هو. مم. بس ما كنتش بقى يعني ما استخدمتش المصنع، او يعني طبعا خدت راي بابا في كذا حاجه في الاول، بس اللي هو يعني ما مم. كنتش انفولد معاهم قوي. كنت اللي هو واخد هعملها لوحدي يعني. واول ما بدات قلت بقى انا هبقى لوحدي تماما، ولا هيبقى معايا بارتنر بقى وشريك؟ لا ما كنتش كنت اصلا رافض الفكره اللي هو لا انا هعملها لوحدي. وحتى الاسم كان جاي مني شويه، اللي هو زد زي. كنت لسه عايزه اسالك زد زد زي زي دي جت يعني منين؟ الناس كلها بتسأل السؤال ده. وخلي بالكم يا هقول. جماعه ان زد بالعربي يعني انا هي، عامه وزي هي اللي اللوجو بالانجلش. بتاعنا ده انا عامله بصباعي حرفيا. اه. انا عامله بالبن بتاع الموبايل، آه. عملته كده اللي هو يعني رسمت، قعدت ارسم بقى الاول. يعني الاول كان الاسم جه ازاي؟ زد زي زد من زي زي. جزار. جزار فيها دبل زد. اوكي. انا كنت وانا في المدرسه بعمل زد كده زي سيمبل ليا او حاجه، اللي هو بقعد اعملها امم. على الحيطه على دي السب. الايدنتيتي بتاعتك، دي عامة هويتك، ما كنتش عارف شخصيتك. هستخدمها في ايه، بس كنت حاسس ان هي هتيجي في حاجة. هتبقى حاجه. كنت عاملها حتى السلسلة زمان كده زد كنت بلبسها وبتاع اللي هو اها. كده. لما جيت بقى عملت البراند، الاسم ايه؟ طب هعمل اسم ايه؟ طب هجيب اسم موجود بره. كنت برضه لسه متفرج على الفيلم بتاع ذا فاوندر، دي قصة ماكدونالدز. امم. يعني ايه ماكدونالدز؟ يعني ايه كوستا؟ يعني ايه بربري؟ يعني ايه وماكدونالدز على فكره هم بداوا وهم عندهم 50 سنه. كانوا اتنين اخوات اتنين، الاول وبتاع. وبداوا هم، يعني ده اللي بيثبت اتس نيفر تو ليت، يعني لا بداوا كده كده. متاخر جدا. كده كده واللي هو خلاص طب هناخد حاجه نعملها حاجه اوريجينال، ما تبقاش حاجه موجوده بره او كده. فزد زي زي زد زي زي دبل زد دبل زي زد زي، خلاص امم. هي زد زي. عملت اللوجو ده على حرفيا على سناب شات كده بصباعي، قمت بعته الديزاينر عملته لنا اللوجو اللي هو معانا دلوقتي. يعني اول حاجه، اول خيط في ذات دي اللوجو، اه حرفيا قبل ما الاسم تعرف واللوجو. انت هتعمل ايه في ايه. ما كنتش يعني ما كانش لسه في ايدنتيتي معينه، اللي هو ما كانش في برضو. يعني انا كان زمان اللي هو ما كانش في بقى الماتيوريتي بتاعت السين دلوقتي، اللي هو امم. احنا بنعمل حاجات دينم ونتد والحاجات. كان اللي هو تي شيرت اوفر سايز حرفيا، وفي الشتاء هنعمل هودي اوفر سايز. اها. ما كانش في لسه بقى اللي هو التوسع دلوقتي زي دلوقتي. وبعدين بقى قابلت بقى البارتنر بتاعك، صاحبك عملت ولا بقى قريبك ايه ولا اخوك ولا مؤمن. ايه؟ ده اخويا الكبير. مؤمن اخوك صاحبي. بجد ولا لا صاحبك؟ صاحبي. اها. احنا كنا يعني انا ما كنتش عارف مؤمن من زمان اصلا. مؤمن برضه كان من المنصوره ونقل من بدري، انا كنتش امم. عارفه في المنصوره حتى. مهم. لما نقلنا القاهره اتعرفت عليه كده من صحابي، عرفنا بعض بتاع. ما كانش برضه اقرب صاحب ليا يعني، عادي. امم. ما كانش اللي هو البيست فريند يعني. بس اللي احكي هو لي اول يوم جيت قلت له احنا عايزين نعمل مشروع ملابس. انا بدات الاول. يعني انا بدات الاول عملت سمر كوليكشن وبعدين وينتر كوليكشن. في اخر الوينتر كوليكشن ده مؤمن دخل معايا. عملت السامر كوليكشن او كوليكشن بتاع الصيف ده ايه؟ عملت الديزاين بتاع التيشيرتات؟ مش انا اللي عملت الديزاين، يعني كان ها. معانا ديزاينر من داي 1 سلمى سامر. شاوت اوت سلمى. اوكي سلمى يا دي سلمى، عالميه. هاي. سلمى دي عالميه. عملت يعني قعدنا بقى نتكلم طب هنعمل ايه. قعدنا بقى يعني في اكسبيرمنتال شويه كده فيز، وبعدين عملنا الكوليكشن. يعني اول انا حاجه جبت اتلخبطت في حاجه. الديزاينر. هو اول حاجه يعني اول كوليكشن ما كانش مع سلمى. كان تمام. ديزاينر تاني، كان نور عزيز. نور عزيز برضه حد عالمي جدا. نورة عزيز، هاي يا اه نورة. نور ولد. نور نور ده ولد. نور عالمي برضه دلوقتي عامل شغل جامد قوي. أها. عملنا بقى الايديا، اتكلمنا بقى شويه اللي هو هنعمل ايه. طب انت خدنا البيرسونا شويه بتاعت البراند مني. بس عملنا كان 3 ديزاينز.
لا بداتوا بثلاثه بس، ثلاثة ثلاثه على ديزاين. لونين كانوا يعني كل ديزاين عاملين منه ابيض واسود. كان أها. فيرلس وستي ويرد ومحمد علي. دول مهم. كانوا الاسامي التيشيرتس. فاكر اول تيشرت بعته؟ اه طبعا. كان التيشيرت عامة، التيشيرت زمان كان كان ب 360 جنيه. كنت لسه هقول لك بكام والمين. كان ب 360 جنيه وكنت ببيع لاصحابي طبعا اول حبة دول، يعني قعدت شوية اللي هو شغال على اصحابي وبتاع. وانت في الجامعه وكده. اه انت جامعه ايه؟ وانا في يو اتش في العاصمة. يو اتش اللي بيقولوا عليها، استنى هركز، اسمها صعب قوي. هارتفوردشاير. هيرتفوردشاير. هارتفوردشاير. اخطفيها طب هي هارتفوردشاير ولا هارتفوردشاير؟ هي تقريبا هيرتفوردشاير. هارتفوردشاير. بس دي في كايجيبشن بتفكرني بيا القمر ولا هل صعبة قمر؟ قوي. صعبة قوي. فهي يو اتش يعني. يو اتش، يو اتش تمام. دي لذيذة. يبقى انت اصحابك في يو اتش وبدات تبيع. وشلتي انا بقى اللي هي بره الجامعة عامة، واصحابنا واختي الصغيرة يعني كده بدأنا ننتشر طب واحدة عملت واحدة. الديزاين، نفذت فين؟ مين المصنع اللي رحت اتفقت كان معاه؟ مصنع بتاع اهل واحد عارفه برضو. كان عامل معاه حركة جدعانة جدا، اسمه حسن علبي. عملنا عنده الشغل ده، التقفيل وكده مم. وبس. ويعني الدنيا بدأت بقى تمشي واحدة واحدة كده. وانت من داي 1 وانت البارتنر او شريكك مؤمن كان معاك؟ لا مش من هو يعني كل ده انت day لوحدك؟ one هو كان بيسبورت. يعني تمام. من دي 1 فعلا مؤمن يعني مؤمن اول كوليكشن هو بيسقف للفكرة. كان عايز يشتري الستة تي شيرتس اصلا. قلت تمام. انا كنت بتخانق معاه ان لا مش هبيع لك 6 تي شيرتس عشان انت مش تلبسهم كلهم. والميجر مش هعمل كده لا. والميجر بتاع مؤمن ايه؟ ميجر فيزيوثيرابي؟ مؤمن لا بزنس. بزنس. بزنس كوفنتري دي حتته بقى. ما هو من هنا بقى يعني من هنا اللي هو الدنيا. انا دايما انا مش بتاع فاينانس، يعني انا مش شاطر في مهم. الارقام عامه. مم. اللي هو لوجيستكس بقى وفاينانس وكده انا مش اشطر حاجه، بس كحته بقى كرييتيف وكده ماشي انا تمام معاه. فانا كنت اللي هو يعني انا مثلا كان عندي مشكله في الانفنتوري، اللي هو ان انا ما كانش طبعا في ويب سايت اول ما بدات مم. للبراند ولا حاجه. كنت باخد الاوردرز دي امز كده وادخلها على شركه الشحن مانيوال مهم. والدنيا اللي هو كده، واكتبها بقى في كراسه وعشوائيه كده. مهم. فكانت الدنيا عشوائيه جدا. مم. فاللي هو بقى ايه، انا كنت شاطر في الحته دي برضه. فاللي هو انا ماشي بس حاسس ان انا عندي جاب كبيره. ده ياخدني لكل رول كل واحد فيكو او الاختصاص بتاع كل واحد فيكو. بالظبط. انت متخصص في حاجة ومؤمن متخصص في بالظبط حاجة، ولا انتوا الاتنين لا بتعملوا كل لا كل شغل؟ واحد حته طب مختلفه. كلمني عن النقطة دي، كل واحد اختصاصه ايه؟ يعني مؤمن ماسك اكتر الحته اللي هي الفاينانس يا عم ده اللي قاعد على الكاشير. يعني ده بتاع ده بتاع الفلوس ده والقرشينات. الماليه. وبرضه البرودكشن هو بيبقى مسؤول عنه بنسبه كبيره، هو اللي بيتابع الحاجات دي. يعني هو ماسك الحته اللي هي الاوبريشنال اكتر. اوكي. انا الحته اللي هي الكرييتيف اكتر، اللي هو الكامبين. الديزاين. الديزاين بتكلم مع ديزاينر، بظبط معاهم، بجيبهم اصلا كديزاينرز. الفوتوشوت او الكامبين اللي هنعملها، يعني الانفلونسرز. ماركتنج. الى حد الفوتوشوت بقى ده ما. الماركتنج والبي ار. بالظبط بي ار بقى لو هنعمل حاجات كده. بازارات. الايفنتس كل ده انت كل يعني دي انا اللي ببقى ماسكها لحد ما. بس طبعا بيبقى فيه يعني كوميونيكيشن بينا، اللي هو هننزل ده معانا انفنتوري يكفينا ولا لا كده بنسستمها. اول ما بداتوا انتوا بتقولي كاجوال وير، كاجوال Street وير، wear، تي شيرتس، هوديز كده. مم. ما فكرتوش ان انتوا تعملوا لبس فورمال؟ خالص عمري. طيب انا بلاقي لوكال براندز كتير جدا جدا كلهم بيعملوا تقريبا نفس الحاجه، التيشيرتس، الهودي، الجينز، لكن مش بيتخصصوا في الفورمال. برغم ان دلوقتي في الجراديويشن بارتي، البرام، حاجات تخص الجنزي والتين ايجرز بيبقوا عايزين يلبسوا فيها فورمال. وهنا بقى بيحتاسوا، يعني بيجوا وقت البرام او بيجوا وقت الجراديويشن بارتي بيبقوا مش عارفين، مش زي ما بيبقوا سهل عندهم اللوكال براند وهم خارجين يلبسوا تي شيرتس هودي عارفين هم هيروحوا يجيبوا بالظبط. اللبس منين. فايه رأيك في النقطة دي؟ هو طبعا يعني يعني مش الايدنتي بتاعتنا. لو كان في ناس بدأت اوريدي تبدأ تعمل فورمال وير. بس هو يعني كل واحد له حتته. يعني هو انا مثلا مش هعرف اعمل جلاليب مثلا، او مش هعرف اعمل فورمال وير، او مش هعرف اعمل بدل. مش كل حد يعرف يعمل كل حاجه، فاهم قصدي؟ فانت بس التيشيرت والهودي او الكاجوال وير بقى. احنا الحمد لله دلوقتي يعني بنعمل دينمز، بنعمل بناطيل جينز، بنعمل عملنا دينم جاكيت في الوينتر اللي فات ده، بنعمل نيتد تريكو.
اوكي. يعني بنعمل دلوقتي مايو مثلا. طب مايو انت دخلت في ما قصة ده تانية ما في هو سبورتس وير بقى. لا مش سبورتس وير قوي، بس اللي هو يعني كازا كولكشن. يعني احنا زمان كنا بنعمل مش كولكشن كبير، مم. دلوقتي احنا بقينا واخدين ستايل اللي هو كولكشن كبير لازم يبقى فيه يعني فرايتي في البرودكتس، وفي فرايتي في مم. في الستايلز والكالرز وكل حاجه. فانت مم. مثلا بتعمل دلوقتي دروب 1 عملناها، بنعمل دروب 2 مم. لا هي سمري اكتر، سمر فايبس اكتر، فعاملين فيها مثلا باكيت هات، مايو، تي شيرت. الهات زي دي اه كده. الكاب ده مثلا ده كان لذيذ قوي، عاملينه اوكي. قبل كده. اه. ومعاه بقى بيبقى فيه زي ما بتقول انت المايو اه والتيشيرت فكل بتاع البيتش تيشيرتس يعني. اه بالظبط كوليكشن كبير اللي هو انت ممكن مم. تقضي سواء صيف يعني جونة ساحل، انت بتقضي سفريتك كلها مثلا لابس لبس من عندنا. بنعمل مثلا حاجات كتير قوي دلوقتي هي مين ساحل. مهم. بس واحنا داخلين على الصيف ومحتاجين اه جدا بالظبط. القصص دي. ف طيب انت دلوقتي لما بتقعد مع الديزاينر بتبقى قايل له على ايدنتي معينه او هويه كده او شكل ثيم معين عايزه يبقى في التيشيرتس؟ اه يعني انا هقول لك بلاحظ مم. ان بيبقى فيه مثلا تيشيرتس كلها عليها حاجات كرتون. مم. نوع تاني في اللوكال براند بتبقى التيشيرتس او الهودي بيبقى عليها مثلا ثيم اوف لاف، حاجه ليها علاقه بالريليشن شيب، علاقه البنت وابوها مثلا، مم. بنت ابويا. آه، بالظبط. زد زي ايه الايدنتيتي بتاعتها او ايه الثيم اللي بيبقى دايما على اللبس في الطباعه؟ بصي هقول لك على حاجه. احنا مثلا مش اللي هم يعني احنا عملنا حاجات كتير قوي ممكن ما تكونش مثلا احنا واحنا داخلين نعملها ان احنا فاكرين ان احنا مش، لا احنا مش هنعرف نعملها عشان دي مش بتاعتنا. مهم. بس لما بنعملها دايما بنحط فيها بصمه. يعني مثلا كاب زي ده اوكي. هتلاقيه يعني يعني سوري، اوكي لا اتفضل. هتلاقي مثلا هنا هو اسود عادي بس في بينك، في كوت ورا واير جريتد، فاللي مهم. هو واللوجو بطريقه معينه. فاللي هو دايما بنحط زي التاتش بتاعت زد زي كده او البرسونا بتاعت زد زي في اي حاجه. التاتش بتاعت زد دي فيها عربي ولا بس في كلمه زد؟ آه لسه عاملين لسه الجيرسي عاملين جيرسي كاتبين عليه عالمي بالعربي و99 اوكي. بالعربي. اها. فاحنا مش يعني هي مش فكره الفونت او اللون او الثيم المعين انت ممكن. الفايبس انت بتحسيها اللي هو دي بتاعتنا. اها. فاحنا مثلا مش اللي هو في مثلا الناس اللي هي الجرافيتي مثلا او اللي هي السبراي، في ديزاينز بتتعمل كده مثلا اللي او هي اللي بتبقى حاجات هم بينتد كده، بالظبط مطبوعه. مثلا. فدي اه. لا دي مثلا مش بتاعتي. انا مثلا مش اللي هو باخد يعني الفايبس بتاعتي مش اللي انا مثلا هاخد سكيت بوردز في المعادي وانزل اعمل سكيت بوردنج والكلام ده. مم. مش ستايلي. لكن مثلا حاجه مثلا زي الكامبين الاخيره دي احنا عاملينها مثلا كانت الثيم بتاعها ان هو امريكان فوتبول تيم، مم. وبيحصل بقى حاجات عشوائيه جدا. يعني مثلا كان في كوبي من الكوبيز اللي نزلت بيعمل دريبلينج، لعيب من التيم ده بيعمل دريبلينج وبعدين مم. عربيه جولف بتنزل تاخده يكمل بيها. مهم. فاللي هي روشه بس مش اللي هي الشارع قوي او اللي هو الحته الاجريسيف اللي فيها عنف او مم. فيها شرب او فيها حاجه. مم. ما بنبقاش اللي هو الحته دي، بنبقى بنعملها بتويست كده بس اللي هو مش الاوفر مثلا. تمام. بدأت كستارت اب ورحت المنصورة واستخدمت مصنع في المنصورة ما علشان اشتغلتش في المنصورة، بشتغل في القاهرة من المصنع دول. لا في المصنع القاهرة. انت قلت كله لي كله المصنع كان في الأول في المنصورة. المصنع بتاع عيلتي انا في المنصورة، اه. لكن احنا لما اشتغلت ما اشتغلتش هناك، أنا اشتغلت في القاهرة على طول. يعني المصنع اللي انت بدأ ان هو يعمل لك اول تيشرت مم. وهودي وكده، بدأ بقى يحصل لك صعوبات في الأول وانت اه ستارت اب؟ طبعا. ايه بقى؟ اول كوليكشن ده كان فيه تيشيرتس كتير جدا بتقشر اصلا. مهم. يعني مشكلة في عادي. الكواليتي. كان التيشيرتس بتقشر يعني بقى مع يعني لما بتتغسل في درجة حرارة مثلا عالية شوية بتقشر. مهم. بس دي كانت يعني طبعا مشكلة. ما كنتش اعرف، ما كانش عندي اي نوليدج في اي حاجة، ولا اعرف دي تي اف ولا اعرف دي تي جي ولا سلك سكرين ولا دي انواع طبعات يعني. مهم. ما اعرفش فيها اي حاجة. وتخطيت المشكلة دي ازاي؟ كنت بتخطاها ازاي؟ ان انا اي حد يعني مثلا بيبعت لنا على الدي امز مثلا، انا اللي كنت بيبعت لي يعني برجع له فلوس البرودكت وبسيب له التيشيرت. وغيرت والحمد لله المصنع؟ ما كانتش مشكله في المصنع، كانت مشكله في الطباعه. كده مم. كده غيرنا الطباعه. بس الحمد لله يعني بصيت برضه الحته البوزيتيف شويه، ان كانت الناس مثلا اقول لها هرجع لك فلوسك، يقول لي لا انا عايز التيشيرت.
فاللي هو في مثلا لا الحمد لله الناس عاجبها البرودكت، فاللي هو بقول له خلاص انا مش عارف يعني التيشيرت سولد اوت او حاجه، فانا مش عارف اجيبه لك تاني. بس فاللي هو بقيت بحاول دايما اخلي الريليشن شيب بيني وبين الكاستمر او بيننا كزد زي تبقى بوزيتيف، اللي هو ما نخليش حد عنده فيدباك وحشه عننا، ما يعني ما ياخدش فيدباك وحشه. بنحاول دايما اللي هو ايه نهندل الكاستمر عامه. وايه اغرب دي ام او اغرب مسج جات لك على على الانستجرام او على السوشيال ميديا؟ في ناس قبل كده بتشتمنا عادي. في ناس تخش تشتمنا عادي. بتتعامل ازاي في ناس مع مثلا كانت الشتايم؟ بتشتمنا ان في برودكت خلصان، فاللي هو يا ولاد كذا 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 احنا بقى عايزينه. انا عايز التيشيرت بتاعي او عايز الهودي ينزل دلوقتي، اللي هو حاضر يا باشا احنا اسفين. فعادي لا يعني اتشتمنا طب ده كتير. معناه على فكره ان في طلب على ايوه بس البرودكت مش بتاعك. نتشتم. هي الناس غريبه على السوشيال ميديا دلوقتي لا على لا فكره. عشوائيه جدا. بنشوف علشان حاجات خاطر هم متداريين مش باينين بالظبط. بيقولوا اي حاجه. اي حاجه في اي تعمل حاجه. بلوك بقى ولا بتعمل ايه؟ لا عادي بقى يعني ما مش دايما من نوع الناس ساعات اللي تقريبا بترد؟ لا مش برد ولا بعمل بلوك، بس اللي هو تمام يعني شكرا. بجد؟ عادي. اللي هو we are really sorry، فما انا اسف على حقك عليا. اقول له ايه طيب؟ هبعتهولك حالا. يعني يعني انت من نظام ان الكلاينت او الزبون دايما على حق؟ يعني بليمت. اه. بليمت. مش دايما بس في حد قبل كده تعدى الليميت؟ لا يعني الحمد لله لا. طب الحمد لله. لا. طيب انت كان عندك تحدي او تشالنج وكان صعب جدا ان انت تعمله في سواء في البرودكشن او في الماركتينج او في اي حتة في شغلكم وعملته وقلت I did it؟ حصل يعني، ده بحس ان ده دايما عامة. طب قولي كده يعني تشالنجايه واحدة من التشالنجات اللي حصلت لك. تشالنج واحدة يعني مثلا كان في تيشيرت عندنا عملنا يعني ما كانش بيتباع برضه كان تيشيرت سمر، كانش بيتباع برضه طول الصيف، يعتبر طول السيزون. فعملنا له كامبين كده في اخر السمر خالص، بس كانت روشة قوي. فالحمد لله التيشيرت ده كان خلص في شهر 9 اللي هو اصلا دروب سيزون بتاعنا. طب وايه اللي غيرته في التيشيرت ده عشان يتباع ما كده؟ غيرتش فيها حاجة، بس عملت له فكرة جديدة. كان التيشيرت ده كان ريبد يعني مقطع، كان فيه تقطيع كده. فقمت جات لي فكرة كده عادي عشوائية جدا ان انا طب ما خلاص ناخد التيشيرت ده نقطعه ونعمل له ستايلنج تاني. فبقينا بنعمل، هو اصلا التيشيرت ده ما كانش بناتي خالص، خليناه يعني الماجوريتي اللي اشتريته كانت بنات. عملنا قطعنا التيشيرت من هنا. هي البنات تموت في اي حاجه مقطعه. قطعنا الكم وبتاع والياقه وكده وعملناه زي توب. يعني خلاص ما بقتش بس البنطلونات مقطعه، بقت البنطلونات لا ما هو ما كانش مقطع، هو احنا يعني لعبنا فيه بحيث ان هو بقى برودكت تاني. والناس كانت مبسوطه ان هي بتعمل حاجه في التيشيرت بتاعها، فبتحس ان هي يعني هي اللي عاملاه. اوكي فاهم قصدي؟ فكانت الناس مبسوطه بالكامبين دي قوي، والتيشيرت الحمد لله كان سولد اوت يعني. كمان. يعني ولسه انت لغايه دلوقتي الناس بتبعت لنا ده انت يعني غيرت الاتجاه 180 درجه. يعني الحمد من لله. حاجه ما كانتش بتتباع خالص، لا التشالنج بالظبط. تخطيتها وخليته لا الحمد لله دي مثلا واحده فيهم. انت حسيت ان خلاص زد زي بقى براند معروف والدنيا بدأت تسقسق كده وتحلو والفلوس بدأت تظهر؟ لا والله هو يعني لسه بعيد، احنا لسه بعيد قوي عن اللي في دماغنا انا ومؤمن برضه. بس اللي هو يعني بقيت ببسط قوي ان انا بشوفه كتير مثلا في الشوارع، ما بخرج لما بنزل. يعني بتشوف الناس لابسه التين ايجرز لابسينه. كنت لسه حد شايف حد قريب لابسه عادي. طب ما تخلوا بقى جيلنا يلبسوا احنا كمان. في عامة بقى يعني في الوينتر اللي فات ده انا كان بيقف عندنا في البازار كمية ناس فوق 50 و60 وبتشتري ليها عادي جدا. انت عارف انا فكرت كنا عاملين حاجات سوري اقطع حضرتك، كنا عاملين حاجات اللي هي السيتس الوينتر دي. كانت يعني هي ما في هي كأنه ست بانس وهودي، سويت بانس وهودي عادي. فكانوا الناس بتلبسهم اللي هو زي تريننج كده عادي، فاهمه؟ كنت بقول لك انا فكرت ان يوم جمعه حلو كده وانا اجازه بالظبط ان انا ايه يا ولاد انا هلبس لبسكم ها وخدوني بقى قعدوني في الاماكن اللي انا ما اعرفهاش بتاعتكم الجديده دي. لا ولعبوني بادل وعايزه اعمل كل الاكتيفيتيز بتاعتكم. واكلوني قولها تاني لو سمحت. جواكيمولي. اكلوني جواكيمولي لو سمحتوا وماتشا وشربوني ماتشا. دي حاجه صعبه. الماتشا انا مش تيم ماتشا، انا تيم قهوه عادي. مين يعني مين الاخت ماتشا؟ عامه هي الماتشا يعني انا فاكر انا من وانا
في جريد 12 مثلا انا كنت جايب الماتشا دي على كيس كده ابيض كده، عشان هو حاجه بتخسس او حاجه. صوبيا مثلا. لا لا انا كنت هو زمان سحلب. لا هو الماتشا بصراحه انتشار زي البيستاشيو والحاجات اللي بتاعت دلوقتي دي. اه مش طلعت البيستاشيو دي بسله باين اه ومطحونه في بعض المنتجات مش عايزين يعني نقول اسمها. لا لا كده كده مش بيستاشيو خالص، بس اللي هو يعني ماشي، يعني عايزين تشربوا ماتش اشربوا. بس لا يا صعب. مع انتشار اللوكال براندز وبقت في كل حته، ايه دي اللي حقيقة. بيميز زد زي عن اي لوكال براند تاني؟ ايدنتيتي اوكي. يعني، وكونسيستنسي برضه. يعني احنا برضه احنا بادئين من 22، فاحنا في براندز كتير جدا بدأت بعدنا سبقتنا عادي، وفي براندز طلعت يعني طارت وبعدين نزلت تاني. يعني الديزاين اللي بيميزكم، الالوان، الديزاين طبعا، الكواليتي بتاعت الديزاين القماش. والكواليتي. احنا كده كده الكواليتي احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا دايما بنحسن كواليتي على قد ما نقدر، بنطور يعني، بنحاول نسعى في الحتة دي. بتطور انت بقى اللي جبته بنحاول لنفسك. يعني دايما. بتطور ازاي؟ ما انا عايزه اخد بقى فكره الديفلوبمنت، بنطور البيزنس ازاي؟ ديفلوبمنت، مين اللي ماسكه؟ هقول لك احنا بنطور ازاي. ان احنا يعني في حته البرودكشن دي مثلا، ان احنا معانا حد برودكشن مانجر دلوقتي، هو اللي يعني هو ده انت قاعد. عمال تجيب ناس معاك. اه لا بقى في تيم الحمد بقى لله. تيم. اه فهو الراجل ده موجود دايما، يا بيجيب قماش يا مم. بيجيب في بيتست المصنع. على الكواليتي. اه دايما طبعا بيحصل غلطات لسه وطبعا مش ده اللي يرضينا، بس دايما بنحاول ان احنا نمبروف الدنيا، اللي هو ما مم. نبقاش خلاص احنا بنعمل الدنيا كده هي كده. لا يعني بنحاول نجيب فيت جديدة، الماتيريال نحاول نجيب انضف حاجة في السوق، ديزاينز كده كده برضه. البرنت دلوقتي الحمد لله انضف يعني انتوا برنت. مميزين بالديزاينز؟ الديزاينز بتاعتنا هي يعتبر اكتر حاجة مميزين فيها. اها. هو احنا عندنا كذا برودكت الحمد لله، يعني كان هو الموست سيلينج في مصر. يعني مم. احنا السافيج ستار هودي ده كان في الوينتر، مش ده اللي قبله. مم. الهودي ده كان موست سيلينج في مصر. مم. كان الجراي الاول وعملنا منه اسود وطار جدا، والوينتر اللي فات ده كان برضو عملنا له ريستوك بكميات كبيره جدا، وبرضو الحمد لله خلص بيطير يعني. مم. وعملنا تي شيرت السبيشال وان ده برضو الناس حبته قوي، وفي كذا حد سيلبرتي بعت لنا عايزه، فاحنا بنعمل مين ديزاينز. السليبرتي اللي بعت لكم؟ مش لازم بقى خلاص. لا لا قول، لا لازم لا. يعني انت قاعد في بيتك، كان قول. خالد مختار اها، خالد بعت لنا مختار. برضو، وبعتنا لكذا حد برضو، عملنا عليه كامبين السبيشال وانز. اوكي. دي بعتنا لكذا حد، يعني سواء هو انفلونسر او حد كان عمل معانا حاجه زمان، فهي كانت حاجه زي اللي هي دول ناس ساعدت زد زي. مهم. فدي برضه كامبين كنا مطلعينها السمر اللي فات. فلا احنا الحمد لله بنعمل حاجات بتفايرل يعني. في فرصة ان زد زي ينافس الانترناشنال براندز؟ اكيد اكيد. طيب ازاي؟ في حاجة ناقصاكوا وعايزين تكملوها علشان يبقى انترناشنال براند؟ ايه اللي ناقصكوا؟ كده كده ناقصنا وقت، يعني احنا ناقصنا وقت برضه، خبرة شوية. يعني مش هقول برضه ان انا بقيت عارف كل حاجة في الحياة، يعني لسه بعيد قوي بصراحة ان محتاجين احنا. انفستور، محتاجين حد يمول يفند لا زد زي. مش حوار انفست، على قد ما هو ان احنا ما هو برضه يعني احنا محكومين برضه في الاول وفي الاخر بماركت. هم. يعني انا ممكن اعوز ماتيريالز هي مش موجودة في مصر، فهو برضه يعني أنا في الاول وفي الاخر عندي قماش محكوم بالوان معينة. طب ليه عندي محكوم بألوان معينة يعني؟ يعني ان انت تصبغ مثلا بتبقى محتاجة حاجات وقت اطول، هم. البروسس بتبقى اصعب شوية في التايمنج، بتبقى عايز كمية اكبر كتير. بدأنا نعمل ان احنا نصبغ الوان ساعات، بس يعني ساعات بتبقى مزنوق في وقت، مش مستحيل تلحق تخلص. انا معلش انا اسفه، انا مش فاهمه يعني ايه مزنوق في وقت. انتوا الوقت لسه قدامكم يا خالص جزار، خالص يعني خالص تعملوا خالص. كل اللي انتوا لا السيزون، عايزينه. ما انت يعني انت في برضو احنا كشورومز مثلا وكويب سايت، انت دايما عايز يعني بيبقى عندك ديوريشن معين. مثلا احنا مثلا العيد الستة ستة، امم. فما ينفعش انا مثلا دلوقتي احنا النهارده اجي اصبغ مثلا ياخد 10 ايام، فانا مش هلحق العيد. امم. فدي مثلا بتبقى اوبستكلز كده كتير ورا بعض. امم. فبس فانت بقى بتبقى بتضطر ان انت يعني تتعامل بالموجود. فاهم قصدي؟ طب لو انفستور جالك دلوقتي وهياخد، هتقول له مثلا ان يشاركك او ان هو بمبلغ معين هو ينفست معاك، مم. هتبقى عايزه ينفست في ايه؟ في الكواليتي بتاعه اللبس ولا في الماركتينج؟ في كله طبعا. يعني هي
يعني حاجه على بعضها كده، هي يعني مش خلينا نتخيل مثلا ان انت قدام الشاركس، شاركس شارك تانك. تانك. انت قدام الشاركس دلوقتي، وعايز انفستور منهم ان هو مقابل مبلغ مثلا معين تنفست في حاجه، هتبقى عايز تنفست في ايه؟ يعني يعني مش ماركتينج اكتر هو اللي ناقصك؟ هي البروسس الطبيعي هجري، بس البروسس مش اكتر. يعني لو انا بدل مثلا ما انا عندي تيم 2 هيبقوا 5، بدل ما انا عندي مثلا اوفيس كذا هجيب اوفيس اكبر. يعني هي بس البروسس هتبقى اسرع شويه، لكن مش يعني هو ما اظنش هيعمل لي حاجه مش هنعرف اعملها دلوقتي. في اللحظه دي انت في مش حاسس اللحظه انك لازم يبقى معاك انفستور؟ لا انت في بصراحه. نص الطريق، خلي بالك، ما يعني هو انت خلاص عشان كده طلعت من خلاص، لقطه ما ستارت اب. بقولك بالظبط، عشان كده انا مش يعني خلاص مش مستعجل اكتر من ليه كده. مش عايز تصدر بره؟ طب ما اصدق جوه اخلص جوه لو في جوه لسه كتير يعني، اها. احنا لسه لا يعني لسه حبه. طيب انتوا بتبيعوا اونلاين ولا ستور ولا ايه بالظبط؟ احنا بنبيع على الويب سايت اونلاين، وموجودين في كذا شوروم دلوقتي. ايه هم الشورومز؟ جو نيتيف موجود في ديستريكت 5، موجود مم. في مول اوف ارابيا في مدينتي، وبيفتح 2 برانشز جداد دلوقتي، بس يعني مش عايز اقول هما فين عشان ما اعرفش هما قالوا ولا لا. جو نيتيف اللي هو اه في ديستريكت 5 ومول لوكالي؟ مول عرب، لا لوكالي لا، احنا في لوكال في سيتي سنتر الماظة. لوكال سيتي سنتر الماظة. و وجين زي في بارك مول. جين زي اللي في بارك مول، ايوه. بالظبط. سيفيك في المنصورة. مم. بس تقريبا هم دول. تمام. مش عارف ايه. وبتبيعوا في اي اتجاه اكتر؟ بتبيعوا اونلاين اكتر ولا في الستورز، من خلال الستورز اكتر؟ يعني ده حاجة وده حاجة. يعني الستورز مثلا بتبيع كل يعني مش دايما دلوقتي بقى كل البرودكتس موجودة في كل الستورز، فاهم قصدي؟ مم. لكن الويب سايت هو اللي عليه كل حاجة دايما. فمش شرط مثلا الحاجات اللي في جو نيتيف تبقى هي اللي في لوكال، تبقى هي اللي في جين زي. مم. بقى يعني مش عشان البرودكتس الحمد لله بقت كبيرة شوية، فاللي هو مش دايما كل حاجة في كل الأماكن، فيفضل هو الويب سايت بس انا بعتقد ان الموجود. جين زي بيشتروا اونلاين اكتر يعني. هم بيشتروا في يعني في كل حتى الأحوال عادي. الستورز برضو منافذ اه لا البيع بيشتروا، كتير. بيشتروا كتير جدا عادي. مهم. بس انا لكن بحس ان كل حاجه بيشتروها اونلاين. اونلاين اسرع، عشان يعني انت بتكليك في ثانية خلاص ماشي. بس طبعا ان انت تقيس الحاجة وتشوف الفيت بتاعها عليك، وتشوف الكالر لو هي الوان، مهم. بتديك اكسبيرينس مختلفة برضو لو انت اون جراوند يعني مش اونلاين. تمام. الاونلاين والستورز دوت يجي بقى ينقل لي لحته الماركتنج. الماركتنج دوت ان ما كانش كل البيزنس، بالظبط. يعني هو اكتر budget. من كل البيزنس. بالظبط. ده احنا على ايامنا كان في فيلم كده بتاع عادل امام اسمه واحده بواحده، كان هو بتاع شركه دعايه واعلان و... وعمل اعلانات قبل ما يبقى فيه منتج اصلا. يعني اتدبس في ان هو يعمل كام اعلان كده، وعمل اعلان الفنكوش. اه ده انا عارفه الفيلم ده، عارف فيلم بتاع احمد الفنكوش؟ راتب الله يرحمه. ايوه بتاع احمد راتب. انا بحب الفيلم ده جدا. وما كانش فيه منتج اصلا ولا فيه برودكت، عمل اعلان وعمل كمية وعمل له مبيعات ماركتنج غير طبيعية. ايوه. لو كان موجود دلوقتي بقى على الاونلاين وموجود كان على زمانه السوشيال مودي. ميديا، كان زمانه كسر الدنيا بالظبط. الفنكوش ده. وما كانش فيه منتج اصلا. ايوه. طيب انت بتتعامل ازاي مع الماركتينج، وايه اهميته بالنسبة لزد زي؟ لا هو الماركتنج طبعا اهم حاجه دلوقتي يعني، بس برضه طبعا يعني في الاول وفي الاخر لو البرودكت مش قوي، الماركتنج ده هيبقى يعني هيعمل نيجاتيف فيدباك مش بوست. امم فاهم من الماركتنج طبعا البرودكت يبقى برودكت بتسوق ازاي؟ يعني محترم. بتعمل مثلا بتنزل تصور فوتوشوت واعلانات؟ عندنا بناء يعني بيبقى منقسم لكذا حاجة. عندنا الكامبين اللي بنعملها الأول اللي هي بيبقى فيها الفوتوغرافي والكوبيز اللي بنعملها، بيبقى بنطلع بقى منها ميديا باينج، بننزلها سواء على تيك توك أو انستجرام. التيك توك؟ طب ما التيك توك ده على فكرة بس هو ليه تيك توك ليه اكتر حاجة تسويقية انا بشوفها دلوقتي. بالظبط. احنا بنعمل كونتنت بس بيبقى فيه تailored بقى كونتنت التيك توك شوية، عشان ده الالجوريزم بتاعته بتبقى عايزة كونتنت مختلف عن انستجرام. مم. فده ليه كونتنت، ده ليه كونتنت. البي ار طبعا الانفلونسرز لو في حد، بس طبعا بقينا انا بنفلتر شويه عايزاك الموضوع ده. تحكي لي بقى قصة على انفلونسر كده عمل معاكو موقف غريب. لا هو بيعملوا حكاوي الانفلونسرز لو لا سمحت. في انفلونسرز طبعا محترمين جدا وبروفيشنال في المعامله، وفي ناس تانية بتبقى
يعني انت بتتفق معاه على حاجه تعمل حاجه تالته خالص. احكي لي موقف غريب ان احنا عمله مثلا انفلونسر معاك. المفروض هننزل الاسبوع ده مثلا، هو كمان اسبوعين ثلاثة يقوم منزل حاجة تانية خالص. اصلا عادي يعني، في ناس بتعمل حاجات أها. عشوائية انت عمال كده. تشرب، انا ما شربتش على انا فكره، ثانيه واحده. اتفضلي لا معانا ما شربتش خالص ولا بق. على القهوة لازم. بس فلا يعني في ناس كده وفي ناس كده طبعا زي اي حاجة. ايه مشاكل الكلاينتس بقى، وخصوصا مم. اللي هم بيبقوا بيطلبوا اونلاين، مم. ويجي بقى مندوب الشحن الحلو كده، لا والله احنا مش موجودين، او الكلاينت ما يردش. احنا لا، نسبة احكي لي الريتيرن القصص اللي بتحصل دي. يعني في ناس بقى بتعمل حاجات غريبة بصراحة. يعني في امم ناس مثلا يعني اللي هو بيبقى عايزني احل له مشكلته. اللي هو مثلا انا مش في البيت دلوقتي، او المندوب عايز يجي لي دلوقتي، طب انا اعمل ايه؟ طب انا اعمل انا ايه؟ انا مالي؟ بيني وبينك بقى، انا عندي مشكله مع مندوبين الشحن دول بالذات. ايوه بس انا مالي. الو، انا في الصاله، ممكن ادخل لحضرتك دلوقتي اوضه النوم؟ تمام، ما هو يعني ما انا كمان تكلمني عندي قبلها، مشكلة. ما ايوه بالظبط. تكلمني قبلها. لا وفي ناس بقى، هو في ناس بتعمل كل حاجة في الحتة دي، بس اللي هو انا مالي. يعني انا مش هو مثلا عايزني اكلم شركة الشحن احل له مشكلته، انا معيش اكسس للمندوب اللي جاي لك، ولا اعرف هو مين ولا اسمه ايه ولا جاي لك امتى. انت بقى المفروض بترتب معايا انت هتعمل ايه مع ما يعني. هم المشكله يا جزار ان هم ما بيرتبوش اصلا. يعني بقول لك هو مندوب بقى دي الشحن حاجة. بيتصل يقول لك انا في الصاله، ممكن اه ادخل دلوقتي لو لا لا، سمحت في الاوضه ناس اجيب لك وفي واحد مثلا يكلمك. الاوردر. في واحد بقى ممكن يعمل العكس، يكلمك 9 الصبح مثلا يقول لك انا هاجي لك الساعة 4 العصر. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ طب ده كويس على فكره، لا ده يعني يكلمك 9 الصبح صحيني 9 عشان الصبح. عشان هو الميعاد. يعني عايز انا ايه؟ يمكن عشان ببقى صاحيه 9 الصبح. لا صعب اوي. ده قصدي، يعني اولا هي المشكله بتبقى في الكلاينت. طيب ولا انت من وجهه نظرك كده كده شايفها وكده كلاينت بصراحة. ولا مندوب يعني الشحن؟ ده وده. يعني في ناس بصراحة بتبقى متعبة. يعني في واحد مثلا ممكن يعمل اوردر 3 مرات ونبعته له 3 مرات وما يستلموش، ويكلمنا يتخانق معانا ان احنا ما وديناش الاوردر، عشان هو ما كانش موجود، عشان هو ما كانش موجود بقى. ما موبايله بيردش. موبايله مقفول، مزاجه وحش، اه حل بقى. اه. طب انا مالي يا عم؟ انا باعت لك وابعت له ونبعت. ولا شركات الشحن؟ وفي كده كده بيعملوا مصايب برضه يعني. احكي لي مصايب شركات مصايب. الشحن، لا في مره، بس دي مش مصيبه برضه شركه الشحن. بس في من غير ما مره، تذكر اسماء. لا اقول لك موقف جميل قوي. في مره حد كان بيعمل اكسشينج، مم. فمثلا انت طالبه مثلا التيشيرت ده سايز ميديوم، فانت عايزاه سمول، مم. فانا بعته لك سمول، فخد السمول وبعت لنا التيشيرت مش ميديوم بقى، بعت لنا فوطه عندهم في المطبخ. والله العظيم حصل. وفي واحد تاني بعت لنا تيشيرت قديم امريكان ايجل كده، ربنا يكرمه كمان بقى. يعني بتاع براند تاني خالص. لا مش حوار ان هو تيشيرت قديم عنده مثلا من 5 سنين، فاللي هو أها. بعته لنا كده، اللي هو يعني مشوا نفسكم بقى. فلا يعني هما كلاينتس بتعمل حاجات زباله يعني عادي، بيعملوا حاجات سيئه. مين اللي بينافس زد زي الكومبيتيتور؟ يعني عايزه اتكلم على ناس الكومبيتيتورز كتير قوي عامه. يعني، ما بحبش اتكلم عن حد، بس في ناس كتير قوي بتعمل يعني لا دلوقتي قول بقى، لا بصراحه. في اللوكال براند قول مين بينافس زد زي. حاسس كده انه ايه، بيقلدك. يعني ما فيش حد بيقلدك. اصل هو يعني احنا في الاول وفي الاخر كلنا شباب، فكلنا عايزين بروف حاجه ان احنا جامدين، وان احنا ناس معاها فلوس وروشين واقوياء اللي هو اكنك يعني رابر مثلا، اللي هو مم. زي مروان موسى وبابلو مم. ويجز. كل واحد فيهم عايز يبقى جامد وروش وغني وبيركب عربيات مم. فهو كله عايز يبقى عايش الحلم حرفيا، اللي هو فعادي. بس كل واحد بقى بيعملها بطريقته. اللي هو آه، يعني انت مثلا، انا هصور كامبين قوية في حتة، طب انا هعمل واحدة في حتة، طب انا هنزل دروب امتى، فهي كده بس في عادي. حد قبل كده نصب عليك؟ لا الحمد لله. ما حصلتش. لا الحمد لله لسه. ومش هتقول لي المنافس اللي بيقلدك؟ مفيش حد بيقلدنا يعني. في ناس عادي بتعمل اصل في برضه في الاول وفي الاخر. يعني هو انا ممكن يجيلي فكرة هي جات لحد تاني، بس هو منافسة شريفة في يعني. حاجات بناخد بقى يعني بنحس ان هي ده انا انتوا بشبه جيل نضيف قوي، يعني الحقيقة ما فيش اي يعني تنافس، ما فيش لا حركات كده عادي، ولا في كده. حاجات كتير ايوه، قوي، بس في ايه يعني بقول؟ هي الحاجات دي بتبقى في قول ما المطبخ بقى. تخافش، لا الموضوع لا ما بيني وما بينك، ما ما حدش في ما فيش سامعنا. حاجه والله. انا كزدزي او كجزار يعني، ما مش اللي هو ما فيش حد اللي هو بكلاش معاه يعني بقى عادي. بس حسيت كده انه والحمد بيعمل لله. حركة الا لا ما انه يعني، بيقلد مثلا ديزاين بتاعك، بيقلد يعني معنى ان هو بيقلد الديزاين بتاعي ان أنا الديزاين بتاعي جامد فتمام.
ده كده انت بالنسبه لك انا ما عادي. ببسط ما بتضايقش يعني، ده بتحصل بس هيبيعوا كتير. باسمه هو. مش هو هيعمل فيه حته برضه يعني. هقول لك على حاجه، احنا مثلا في كان عندها برودكت اتعمل شبهه جدا، اللي هو كوبي بيست يعتبر، بس بتويستايه مختلفه. مهم. فخلاص انت عامل حاجه، انت واخد مني حته وعامل حته، فقشطه يعني ماشي. ماشيه. اه خلاص، هو في الاول وفي الاخر انا يعني انا حاجتي جامده فانا هبيعها، انت بقى ربنا يعينك بس. مهم. طيب امتى كده فكرت وقلت خلاص الدنيا مش ماشيه، انا هقفل لا ده مش الكشك، اوبشن. هقفل الكشك ده، هقفل هقفل هلم الفرشه. هلم الفرشه هلم وخلاص. الفرشه. لا جات لك فتره داون، جات لك فتره ديبريشن؟ احكي يعني لي على عنها طول انا ومؤمن حاليا في فتره ديبريشن. دلوقتي. حاليا. لا ده انت يعني لا طازه فتره دلوقتي. صعبه قوي الفتره دي ليه؟ بصراحه. ايه الصعوبات اللي انت حاجات بتواجهها؟ كتير بقى ورا بعض، فاللي هو انا تعبت. حاجه واحده من الحاجه اللي تعبتك؟ مشاكل بقى اللي هي التصنيع او البرودكشن عامه، اللي هو تايم لاينز، عايزين نلحق العيد، عندنا البازار يوم الجمعه، عايزين يعني جري بقى جات عايزين. لك فتره ما كانش فيها بيع خالص؟ لا الحمد لله يعني، في حاجات فيها طبعا السيلز وحشه طبعا، زي اي تقوم عامل ايه؟ تشغل ماركتنج مثلا؟ بنحاول بقى ان احنا بنزق شويه، لو في ديسكاونتس مثلا، لو هنعمل بي ار كامبين، نعمل حاجه زي اللي احنا عملناها قبل كده، حاجه كرييتيف اصلا من غير ما اعمل ديسكاونت او بي ار، انا بعملها انا ان هاوس ب5 جنيه حرفيا، مم. وخلصت لي يعني. هي كلها افكار، فاهم قصدي؟ مش اسطمبه واحده او مش حاجه واحده بتعمل. مهم. لو انت مش انتربرينور او ما عندكش بيزنس، تفكر تشتغل ايه او تبقى ايه؟ ابقى دكتور. ابقى تشغل بقى الفيزيوثيرابي. اللي انا راميها دي. طب انت فكرت ان انت تستغل الفيزيوثيرابي في انك تعمل بيزنس من خلال العلاج آه، الطبيعي؟ هو دلوقتي بقيت بفكر كده ان انا اي حاجه بحاول اعملها كبزنس، بس زمان لا مستحيل يعني وانا داخل علاج طبيعي بصراحه ما كانش في دماغي كل الكلام ده خالص. يعني انت داخل علاج طبيعي عن اقتناع وانت دكتور، مش اللي هو بابا وماما مش عايزين ابقى دكتور اللي دكتور هو، وخلاص؟ هو كده كده طبعا يعني عايزين يطلعوا دكتور اه. والكلام ده كله، بس اللي هو انا كنت مش يعني كنت واخدها برضه في حته الجيم شويه، ان انا ممكن اطلع منها اعمل حاجه ريليتد للجيم شويه، ما بقاش اللي هو كليشيه دكتور كده. مم. بس ما يعني دلوقتي جيم ما وفي كمان علاج طبيعي. تأهيل بقى، حاجات اللي هي السبورتس انجري اه. كده، لكن ان أنا دلوقتي موضوع صعب بصراحة. ايه الصعب فيه؟ ان انا يعني ابالانس بين كل حاجة يعني. انا مثلا دلوقتي المفروض ابقى انا بشتغل مثلا تريننج في عيادة او حاجة، مهم. فانا مش بعمل كده دلوقتي يعني. ما مثلا عندكش الوقت. بنزل مثلا على قد لو الجامعة عاملة الجامعة بتعمل لنا من دي 1 برضه بصراحة بليسمنت، مم. اللي هو بننزل تدريبات في مراكز مختلفة 4 5 أسابيع كده، فدي أنا بنزلها تمام. لكن إن أنا أنزل لوحدي بقى أكمل، مفيش وقت للكلام ده بصراحة. انا فعلا مش عارفه انتوا لاقيين وقت لكل ده ازاي؟ آه، انت بتدرس وعلاج طبيعي وبتعمل أنا عشان بيزنس. كده انت عارف يا ابني، انا على ايامكم كان ايه اكبر احلامي؟ بالظبط. ان ادخل فيلم صعيدي في الجامعه يعني الامريكيه، ادخل ما الفيلم. لا، الحياة دلوقتي بقت صعبة أوي بصراحة، بقت مرهقة أوي. خلف الدهشوري خلف نفسه في الفيلم، كان حلمه مم. انه يتخرج من الجامعه. أيوة، ما كانش في حد زمان بيفكر أصلا إن هو عايز يعمل حاجة لغاية بالظبط. أما نخلص جامعة ونبقى نخلص جيش ونبقى نشوف بقى الدنيا فيها او إيه. نبقى نشوف هنعمل ايه. لكن انتوا ما شاء الله قشطة. دلوقتي دلوقتي لا، وفي وانتربرينور ناس من مدرسة كمان يعني بتعمل بيزنس وبتعمل شغل رهيب يعني. كتير جدا اه فعلا. شباب في المدرسه جريد 11 و12، اه يعني تانية وأصغر وتالتة كمان، ثانوي. وكان في واحدة طالعة على شارك تانك اللي هي بتعمل كاندلز وكده، دي كانت شاطرة قوي برضه. اه. وفي ولاد عندهم 12 سنة برضو بيعملوا، على فكرة اه بينافسوك، دول كومباتيتور مثلا. ليك على فكرة. احنا لا بنعمل لهم دعاية، خلي لا بالك. بجد بقى دلوقتي الدنيا يعني عادي. بقت مختلفة كله تماما. كله عادي، ممكن يعمل اي حاجة عادي. طيب دور الأهل. انت دلوقتي آه، لسه في الجامعة او لسه بتبدأ جامعتك، قلت لهم انا هفتح بيزنس، مم. عملوا لك ايه؟ قالوا ايه؟ يعني انا لو ابويا هيقول لي خشي روحي العبي، اجري العبي بعيد. هم يعني كان ماشي، اللي هو حاجه شبه كده، اللي هو ماشي، طب ماشي يعني. ورينا هتعمل خش ايه. اعمل حاضر يعني كده، اعمل. اه، هو ده الدعم يا جماعة بتاع الاهل اللي احنا ما جايين نتكلم اعترضوش عنه. برضه، لا بصراحه ما اعترضوش، بس اللي هو يعني هم برضه ممكن ما كانوش فاهمين قوي الدنيا هتروح على فين، او
يعني برضو الموضوع كان اكسبيرمنتال قوي ان احنا بنجرب، يعني انا بجرب طب ليه؟ طب حرفيا. ما يعني ابن الوز عوام، ما انت برضو ما هو بابا انت بقى، بيشتغل ما في هو انت كده. سايب، يعني انت عمرك ما جيت حبيت اه، الدنيا ولا جيت تبص ولا، فانت اللي هو فده جاي بقى من جوه دلوقتي. اداك تشالنج اكتر ان انت اه انا لا كنت عايز عاملها تثبت كنت عاملها نفسك. عند شويه في الاول، اللي هو يعني انا عادي هعملها عادي، لو عايز اعملها. بس اللي اها. هو الموضوع بعد كده بقى خد قصه تالته خالص، ايه هي؟ ان احنا بقى بقينا دلوقتي بجد براند، بنحاول يعني نبقى اقوياء، وبدأنا بقى نبقى بروفيشنال اكتر، في تيم، في شغل، في اوفيس، في يعني موضوع مهم. بقى بروفيشنال اكتر من زمان خالص. زمان انا كنت اللي هو بعشوائي، يعني اللي هو حاجتي في الاوضه عندي كده بطلع. ضبشت اه وعمت. بطلع كده شد حرفيا، فاللي هو الموضوع بقى في النكست ليفل شويه. ودلوقتي بقى موقفهم ايه بعد ما زاد زي بقى مش له تقله؟ يعني هم برضه اللي هو ايه، انت برضه في الاول وفي الاخر خلص جامعتك، ما تبقاش مهمل هنا، حاول تبقى. همهم الجامعة برضو؟ اه ماما. لا بجد. ماما انا برضه قلت يعني يعني. خلاص قالوا لك لا برافو انت كنت صح يا جزار لا لا يعني هي برضه هي بتقول يعني يعني مش بتحبطني او حاجه، هي بتشجعني عادي، بس مم. اللي هو خلي اهم برضه حاجة يعني الدراسة. برضه خلي معاك جامعة، وده صح برضه مش غلط، يعني انا الحمد لله برضه مش بسقط، يعني انا تمام ماشي مع دفعتي. مم. بس طبعا مش اللي هو الشاطر، يعني مش انا شاطر عامه في الجامعه عادي، في مم. البراكتيكال وكده انا شاطر عادي، بس اللي هو ايه، مش مديها برضو يعني تركيز قوي، اللي هو مم. على قد اللي هو ايه بلم الدنيا كده وامشي. ووالدك رأيه ايه؟ قال لك ايه دلوقتي لما بيشوفك؟ اعمل اللي انت عايزه. آه. بابا يعني عادي، تمام. عيش اه. الجهات الرسمية بقى والورق والقصص دي، مم. انتوا اول ما بدأت يعني كانت الدنيا بقى ليجل وفي ورق لا لا، اول رسمي ما بدأت وكده؟ كانت على الله خالص عادي. اه، امال ايه بقى دلوقتي دلوقتي؟ بقى انت بتسجل علامة تجارية، بتطلع بطاقة ضريبية، بدأت يعني شغالين في الموضوع. طبعا الموضوع مش باين قوي لسه عشان الموضوع جديد اصلا، مم. بس اللي هو بدأنا ناخد نبص في الموضوع ده عشان مهم الفترة الجاية دي. بتحس ان الدولة بتسابورت اللوكال براند؟ هي يعني ولا هي يعني ما جدا بتجيش علينا لسه. جدا ربنا جدا يستر يعني. بتسابورت على فكرة اللوكال براند لا جدا. طب في حاجات عارف حلوة. بدليل ايه انت شايف ازاي ان هم بيشجعوا الصناعة المصرية عامة وبالذات اللوكال براند في اللبس؟ من مم. خلال البازارات، اه من بالظبط. خلال الايفنتس. انت عارف ايفنت رايز اب اللي كان اه صامت نزلناها قبل صامت كده اللي كان موجود يوم في 8 و9 المتحف و10 مايو؟ مم. بيبقى في ناس كنا هننزله برضه. كان في شاركس وفي انفسترز كتير مم. وده دعم كبير جدا لا من لا البلد علشان خاطر تشجيع لا، هو للصناعة بقى المصرية. في حالة كده ان هو يلا يلا نشتغل يعني. وفي مولات كاملة بقت اتشال منها الانترناشنال براندز مم. وبقى فيها اللوكال براند. لا في براندز دلوقتي لوكال كانت بادئة لوكال، بقى ليها ستورز بتاعتها في مولات كبيرة عادي جدا. فلا يعني هو موضوع جاي جامد. بتنزل بازارات فين؟ احنا لسه كنا يعني بنظبط دلوقتي، عندنا بازار الجمعة والسبت لوكامينيا 3، مم؟ فيو فينيوز في التجمع، وعندنا الشباب ماركت اخر يا الشهر. جماعة، اللي انا بقول اهو كلنا يوم الجمعة الساعة كام؟ يعني من بدري بعد الصلاة كده. يوم بعد الجمعة الصلاة بعد احنا الصلاة مستنيين. ناخد بعضينا ونروح فين؟ يو فينيوز. نروح يو فينيوز علشان ما نبصش على اي حاجة غير براند ايه؟ يعني ان شاء الله زيت زي. زاد زي. وتشتروا الحاجات الحلوة اللي احنا لابسينها وفي دي. في كوليكشن هيبقى اكسكلوسيف في البازار ده، ما نزلش على الويب سايت وما نزلش في شورومز. فيعني بنحاول ان احنا نبقى عاملين برضو، وعاملين تي شيرتس للتيم معانا، يعني بنحاول دايما ناخد ستيبس كده تبقى روشة يعني. فكرتوا تعملوا تي شيرتس وهوديز للسينيورز؟ لا بصراحة يعني ما اظنش، يعني دي بتبقى عايزة بقى هم، يعني بتاعتهم هم اكتر، لكن انا بس ده كبراند لاين جديد يا جزار، يعني ان انت تبقى داخل في قصة المدارس والسينيورز بيبقوا بيعملوا ديزاين مختلف غير اليونيفورم على فكرة بالظبط. بتاع انا المدرسة. عارف الموضوع ده، بس اه. هو برضه زي ما كنت بقول لحضرتك مش كل حد بيعمل كل حاجة. امم. يعني ان انت تبقى مركز في حاجة احسن ما انت تبقى فاتح كل حاجة على هي نفسك. طريقة تفكير اه في ان ناس انت عايز تركز في حاجة انا واحدة. بحس ان دي مش بتاعتي، يعني انا مش حتة، او مثلا في ان انا اعمل مثلا البيزكس، ان امم. انا اعمل تيشيرتات سادة مثلا. مش بس قصتك. ما بحسهاش ان انا بتاعتي، يعني انا مش عارف بحب انت دايما بتحب ابقى، الحاجات تبقى برانتد كده. مش بحب الحاجات دوشة، يعني في حاجات اه. بنعملها
سيمبل خالص، بس يعني بيبقى فيها ديزاين، مم. فاهم قصدي؟ مش اللي هي بيزك. فدايما بحس ان انا البيزك ده مش عارف يعني مش عارف اقول فيه حاجه، او مش عارف احط فيه التاتش بتاعي مثلا، فعشان كده مش بعمله. بس في ناس مثلا بدأت تعمل لاين بيزكس، فعادي في ناس بتعملها يعني. عامة انا مبهورة بكل اللي انتوا بتعملوه. شباب بيدرس و... وكمان بيشتغل شباب وعامل بيزنس مكافح شباب ومكافح، مكافح. واخد باله من نفسه ومن جسمه وبيروح يعني الجيم. ما عادش بس بحاول يعني بحاول الم اللي بيبوظ. لو المايك ده بيسمعوا كل شباب مصر اللي عايزين يبدأوا بيزنس زي بتاعك، تقول ماشي. لهم ايه؟ يعني لو هيعملوا لوكال براندز اقول لهم ما تعملوش ما تعملوش لوكال تعملوش، براند. هتتمرمطوا هم جامد. عايزين يعملوا بيزنس، تقول لهم ايه؟ خلاص ابدأ على طول، بس ابدأ ما تبقاش حرامي اول حاجة. مم. رول نمبر 1، ما تبقاش حرامي، ما تبقاش تسرقش. حرامي بمعنى ايه؟ ما تسرقش ديزاينز من على بنترست، مم. عشان انا عارفكم كلكم. ايوه ده احنا عارفينكوا على فكرة، عارفكم واحد كلكم. واحد. عارفكم كلكم. ما تسرقوش ديزاينز من على بنترست، شوف ايدنتي تبقى بتاعتك. تعبر عن هويتك يعني وشخصيتك. بالظبط، يعني مش كل الناس راح تعمل ده يلا اجري وراهم. شوف انت عايز تعمل ايه اعمله. بس ما تاخرش، انجز مم. بس. يعني يعني يبقى عندك اه الفكرة، ابدأ على طول. ما تستناش اللي هو البرفكشن، ما فيش، مش هتبقى بيرفكت ولو يعني حصل داون او ديبريشن عادي. بتقوم تاني تنفض عادي هدومك قشطة يعني، ما و... هنعمل ايه؟ مفيش حل تاني. فعادي اللي إيه... هو هتخبط هنا هتخبط هنا هتوصل بس مسيرة لحاجة. تسلك. هتوصل لحاجة كده كده يعني. انت طالما انت بتروح في حاجة سواء يمين او شمال، انت هتعرف ان لا ده الشمال، طب ارجع يمين، او ده اليمين، فانا ماشي صح. انت واقف في النص ولا عارف ده فين ولا ده فين. بس بس ابدأ. بس ابدأ، ما انت عشان تعرف انت فين ابدأ. تيجي نلعب شوية؟ يلا يلا. يلا بينا. خلينا نعرف بيها طبيعة شخصيتك حبة يعني. ربنا يستر. لا أسئلة كده هنلعب بيها. يلا ماشي. عمرك ماشي. أخدت العربية من أبوك من غير ما يعرف؟ لا بقول له والله دايما انا مش. انت لا هيمثل لا بقى ان هو ان انتوا جيل والله كيوت. هو عامة انت بتهزر والله العظيم. لا انا يعني انا مشكلتي هو بابا مرة ساب لي العربية وانا ما كنتش بعرف اسوق، خبطتها عادي. ايوه كده. عادي. ايوه بس هو كده. كان عارف، قولي الحاجات بس انا ما الحلوه اللي انتوا، خدتهاش. المصايب اللي بس انتوا ما خدتهاش بتعملوها. من وراه يعني، كان عارف، كانت لسه يعني جديدة، بس كانت خبطة يعني مش قوية قوي برضه. بس كانت عادي يعني. عمرك خنصرت من فلوس الدروس؟ اعترف يا لا جزار وعلى الله لا اصل لا تكذب. هقول لحضرتك على حاجه. انا برضو ماما يعني كانت ما يعني ما هي مدياني الامان، فاللي هو انا كنت بحاول دايما اللي هو ايه ابقى محترم، عشان هي يعني بتعامل معايا ما برجوع. بتخنصرش؟ لا والله خالص. على فكره كداب. لا عمرك عرفت بنتين على بعض؟ عمري ما عرفت بنات. لا عمري. يا على يدي. عمري حتى يعني اسأل اي حد. والله العظيم كداب. ما طب ده يعني عيني في احنا عينك، عايزين نعدي بقى عيني اليوم في بقى عينك، عيني في عينك. لا مفيش الكلام ده. عمرك خسرت واحد صاحبك علشان قصة حب؟ لا خالص بقى. يعني ممكن خسرتهم عادي بس مش عشان خسرتهم يعني. بتخسرهم عشان ايه؟ هخسرهم عادي. بتخسروا بعض عشان ايه؟ لا عادي عايز اعرف بقى. الجيل ده بيقطع بعضه على ايه؟ لا هو اللي هو بيبقى دايما اللي هو بحس ان هو مخ بس مش راكب مع مخ، يعني هو مش نافعين. يعني في حد بيبقى بيفكر في حاجات وانت بتفكر في حاجات، فده بيبقى في حتة وانت في حتة تانية فبتقوموا سايبين بعض على طول، مفيش يعني بنفركش. مفيش نستحمل بعض. ما على حسب بقى. عمرك سبت واحدة في الكافيه وقلت لها هجيب حاجة ومشيت؟ لا خالص. انا انت اشيك جميل. من كده. ايه ده؟ انا اشيك من ده كده. ايه ده بأجنحة. لا ما ملاك عملتهاش ماشي لا. على الأرض. لا خالص. بتعملوها؟ هم بيعملوها انا امال جيلنا اللي بيعملها مثلا؟ لا يعني انا مش فاهم. كنت نزلت شرب ليمون وبتاع والدنيا كانت رايقة. عمرك اتدبست في حاجة تشتريها غالية جدا كنت مش عايزها واشتريتها لمجرد بس انك اتحركت؟ لا مش فاكر يعني، مش ممكن بس مش فاكر. عمرك دخلت حمام البنات بدل حمام الولاد؟ بتحصل لنا كلنا عملتها والله. كتير انا بصراحة. كمان لو عملتها. اكتشفت جوه ورحت واخده بعضي. لا دخلت عايز اخش الحمام والحمام ده فاضي وده زحمه، خلاص انا مش قادر لا بقى. انا ساعات بتبقى الساين مش واضحه. لا انا عادي ببقى عارف، وساعات بخش عادي بصراحه يعني بقى دي. شوف انا ببقى افضح نفسي اهو، بس يعني ببقى في حوجه اخش الحمام. لبست تيشرت قبل كده بالتيكت؟ لبست تيشيرت بالشقلوب. ايوه انا كنت أصلاً لسه بقى. هقول لك، طب يعني لبست تيشرت بالشقلوب. بالمقلوب؟ لبست قبل ونزلت كده. عادي. عادي جدا. واكتشفت ازاي؟
يا أستاذ جزار بس. حد لو انت ايه مالي، مجنون أنا زي حضرتك؟ الفل عادي بس بتشتغل. تبقى ايه، مطبق ولا ايه؟ يعني ببقى بقى اللي هو حصلت لي في الجامعه تقريبا، كنت اللي هو صاحي بقى مش شايف وبنزل اجري كده قشطه. عمرك قلت المندوب الشحن انا مش في البيت عشان مش معاك فلوس؟ الحركه بقى بتاعت انا الكلاينتس. عامه بقى ما بطلبش حاجه عليها على البيت. امال ايه؟ اي حد يطلبها لي واحول له فلوسها وهو يحل بقى هو اللي يتخانق مع مندوب هو الشحن؟ بقى يحل معاهم، انا دايما ما بطلبش حاجه لا لا عليا. لا، يعني مشاكل مندوب الشحن ده على فكره انا يتعمل منها انا افلام. بتخنق جدا من الحاجات دي. انا اللي هو يعني انجز. عمرك طلعت تعمل برزنتيشن وقعت؟ وقعت لا. بس كنت بلخبط الدنيا عادي. عمرك سافرت من غير ما تقول لاهلك؟ اه كتير. احكي لي. بس ما يعني اتقفشت؟ بقول لهم وانا ايه خلاص وصلت، بقول لهم مثلا، اقول مثلا لبابا ما اقولش لماما، ببقى معرف حد فيه يعني، ببقى برضه بقول لاختي الصغيره. لا مره كنت مسافر ومحدش يعرف واتقفشت؟ لا يعني دايما بعترف بصراحه، بعترف قبل ما اتقفش. عمرك اتنمرت على حد؟ اه طبعا. ايه بقى، انا عايزه اعرف بقى بتنمروا على بعض بقى وبتعملوا ايه؟ احكي لي لا احنا قصه. طول ما احنا يعني انا واصحابي طول ما احنا قاعدين نسف على بعض عادي. اللي هو بقى يعني انا عندي ريه اصلا، انا كمان ساعه انا عندي ريه، بس انا متعايش معاها جدا، بحبها بصراحه فعادي. يقعد بقى ترخم، اللي في مثلا صحابي ما شاء الله بقى جدود دلوقتي عندهم صلع وراثي قد الدنيا. وفي عيال اللي هو وفي يعني عيال بشوفها شعرها ابيض. عندي يعني انت صح. شبت خلاص امتى يا ابني؟ احنا بقينا قاعدين عواجيز خلاص، فاللي هو يا جدو انت انت بتعمل إيه النهارده؟ فلا يعني قشطه بنسف على الحاجات دي. عمرك كان عندك سيلبرتي كراش؟ ما بقتنعش يعني ده في كتير عادي، بس اللي هو يعني مش هنوصل لحاجه في الاخر. مين طيب؟ ايه، طارق عماد؟ مين؟ قول. لا طارق عماد بعيد عني خالص، دي طب ما ايه؟ شاء الله طويلة. طويله قوي. طويله قوي مين يعني، السليبرتي على كراش؟ حسب بقى احنا فين يعني، وانا في انهي فيز. انا زمان كان هشام سليم، معرفش تعرفه اصلا ولا لا؟ شمسي اللي هو عارفه. لا لا، لدرجه ان انا كنت مسميه بس نفسي. ليه ده غير ده كنت بحبه قوي وانا عشوائي صغيره جدا. يعني لدرجه بقول لك كنت مسميه نفسي نشوى هشام سليم. لا قال يعني بقى صعب. اه صعب. طب عمرك هطلت على نفسك وانت بتاكل في ديت؟ انا يوم الجمعه اللي فات ده كنت في ديت؟ في ديت وفي غير دي. انا عامه يعني انا بستخدم مناديل كتير، بوسخ كتير عادي يعني. اخر تيشرت ده كان كله قهوه الحمد لله. فيعني ببوظ الدنيا على طول بصراحه. يعني مش شخص بحاول دايما ابقى منظم، بس دايما بتبوظ مني. بس حصلت لك؟ كتير يعني. لا هي يعني لازم المواقف المحرجه دي لازم تحصل عادي. وانت ايه بقمه ولازم ابقى اناقتك. لابس ابيض. ايوه، يعني لو وانت لابس شيك اسود بقى عادي. وسط الناس. اسود عمر ما حاجه تقع عليا، لكن ابيض ببقى عارف ان انا التيشيرت ده خلاص كده. ربنا يرحمه. نورتني يا جزار. ربنا يخلي انبسطت حضرتك. جدا، الوقت عدى يعني هوا، انا ما أكتر حسيتش والله. يعني ساعة ما جريت. سريعة جدا. جدا. بجد فخورة بيكو، فخورة بيك تحديدا. ربنا كان يخليك نفسي والله. البارتنر بتاعك او مؤمن يكون موجود. مؤمن هشام للأسف يا جماعة ما كان عرفش جاي يجي. وعلى اخر لحظة اعتذر، بس ايه، للأسف. احنا بس هو سدينا. معانا بقلبه يعني. هو معانا هو بقلبه. معانا بقلبه. نورتني ومبسوطة ربنا جدا يخلي ان انت حضرتك، كنت انا مبسوط معايا. جدا انك نورت حضرتك العيال جدا. كبرت. ربنا يخلي حضرتك، ما تحبش. وطبعا زي ما قلنا في الحلقة، مفيش حاجة اسمها مستحيل طالما عندك فكرة وشغف وبتحب اللي انت بتعمله من قلبك، يبقى بإذن الله هتحقق حلمك زي براند ZZ. بدأ ستارت اب ودلوقتي اتحول لستايل بيمثل جيل كامل. اعمل شير للحلقة لو حد نفسك تشوفه رائد أعمال في يوم من الأيام، واستنوني أنا نشوى سعد في الحلقات اللي جاية مع قصص حقيقية من شباب حقيقيين بيبنوا حلمهم خطوة بخطوة. والعيال كبرت. سلام.